بلاتي لحظة، تخيل معايا أن حياتك كلها على وشك تتبدل وبشكل جذري تماماً، يعني نقلة من الفقر المدقع للثراء الفاحش. لكن شنو لو كان مفتاح هذا الثروة ماشي حساب بنكي؟ لا، بل لغز مدفون في الماضي ديال عائلتك. قصتنا كتبدأ في واحد المستشفى فخم في كوالالمبور. الأجواء متوترة جدا في غرفة الانتظار، والصوت الوحيد اللي كيتسمع هو صوت جهاز مراقبة القلب. دقاته غير منتظمة أبدا، وكتعلن على مصير رجل معلق بين الحياة والموت. كان واحد الصمت رهيب، كل شي يعني على الشاشات، ووسطهم كاين شاب اسمه مالتن كيشوف أهم لحظة في حياته كتوقع قدامه. وفجأة الصوت ديال الجهاز توقف تماماً. خرج الطبيب وبصوت حزين أعلن عن وفاة المريض. لكن سبحان الله، مع نهاية حياة إنسان كانت حياة شخص آخر على وشك تبدأ. ننتقل من الحزن ديال المستشفى للبرود الرسمي في مكتب محاماة. مالتن اللي قبل لحظات كان كيشوف عمو كيموت مشى مباشرة وبدون تردد لمكتب المحامي الخاص بعمو. لما وصل مالتن بحوايجه البسيطة والقديمة، المساعد ديال المحامي حسبه غير شي متسول وجاي يطلب الصدقة. طردوا بوحد الوقاحة، ما كانش عارف أبداً أنه يهدر مع الوريث ديال كل شي. وهنا بكل ثقة مالتن أعلن على الهوية ديالو الجديدة، وخلى المساعد مصدوم. هو ما جاش يطلب، هو جاء باش يستلم الإمبراطورية المالية ديال عمو. من بعد ديك الروينة، المحامي أكد ليه الخبر، كل الثروة ولات ديالو بشكل قانوني. الشاب الفقير بين ليلة وضحاها صباح مليونير، لكن الفرحة ديالو ما كملاتش. وهنا فين كتبدأ القصة الحقيقية. الإرث ما كانش مجرد فلوس وسوارد كيتعطاو، لا، كان معاه واحد شرط غريب ومحير، هو اللي غادي يحدد واش مالتن غادي ياخد ولو فلس واحد ولا لا. المحامي ما عطاها الشيك، لا، عطاه كتاب واحد، كتاب قديم، وهذا الكتاب اللي كتبه عمو قبل ما يموت كان هو المفتاح الحقيقي للثروة كلها. الشروط كانت واضحة وبينة، وفي نفس الوقت مجنونة. على مالتن أنه يقرأ الكتاب ديال عمو ويفهم شنو فيه، ومن بعد يدوز واحد الامتحان عليه. إذا نجح الثروة كلها ديالو، وإذا فشل كل شيء غادي يمشي للجمعيات الخيرية. مالتن انفجر بالغضب، حسب راسه بحال هذه خدعة وإهانة من عمو. حتى من بعد موته قطع الوثيقة من يد المحامي، وهو ما متيقنش أن مستقبله كامل يعتمد على قراءة واحد الكتاب اللي كيبان ليه تافه. باش مالتن يفهم علاش كاين هذا الشرط الغريب، كان على المحامي يكشف ليه واحد السر اللي مدفون لمدة 30 عام. قصة مؤلمة على الخيانة والحقد بين جوج خوت، باه مالتن وعمو. هاد الخوت بجوج بداو كشركاء ناجحين، لكن واحد الخلاف حاد دمر كل شيء. العم أفلس بينما باه مالتن كمل حياته. هاد الحادثة زرعات واحد الحقد كبير في قلب العم، حقد بقى معاه حتى مات، وهو اللي كان الأساس ديال الوصية الغامضة ديالو. المسارات ديالهم تفرقت تماماً. فاش كان با مالتن عايش حياته، عمو كان غارق في الفقر لسنوات قبل ما يقدر يبني ثروته من جديد، لكنه عمره ما نسى داكشي اللي كان كيعتبره خيانة من خوه. هنا المحامي فهم، ويمكن حتى مالتن بدك يفهم، إنه الامتحان ما كانش على المعلومات اللي في الكتاب، كان اختبار ديال التعاطف. واش مالتن قادر يفهم الألم والمعاناة اللي عاشهم عمه واللي خلاه يكتب كل كلمة في داك الكتاب. فجأة الإرث ما بقاش هدية بل ولعب. دابا مالتن قدام واحد الاختيار مصيري، واش يتبع الملايين ولا يواجه الحقيقة المؤلمة ديال ماضي عائلته. المحامي عطاه نصيحة أخيرة غامضة جداً. قال ليه الحل ما كاينش في الكتاب، لا، قال ليه أن أكبر عقبة في طريقه هي واحد، القاضي. هاد النصيحة كتزيد من الغموض وكتشير إلى أن اللغز أكبر بكثير من مجرد وراق وكتاب. وهكذا القصة كتبقى معلقة. مالتن ما بقاش كيقلب غير على الفلوس، بل ولا كيقلب على الحقيقة. والقصة كتخلينا مع سؤال جوهري: شنو هو الثمن الحقيقي للثروة؟